شايفين التمثال اللي ورايا ده؟ ده تمثال نابليون الشرق، مش نابليون بونابرت. وبسبب التمثال ده حصلت أزمة بين دولتين، وعشان نعرف تفاصيل أكتر يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. أكيد مفيش حد عدى أو مشي من ميدان الأوبرا اللي هو من أهم ميادين مصر إلا وشاف التمثال ده. هو لإبراهيم باشا نجل محمد علي باشا، حاكم مصر ومؤسس الدولة الحديثة. وكان إبراهيم باشا قائد وله قدرة عسكرية فريدة، واللي كانت سبب في انتصاراته في معارك حربية كتيرة، واللي كان منها الدرعية وعكا وحمص وسيلان ونفارية وقونية ونزيب. وعشان إبراهيم باشا كان له بطولات وانتصارات كتيرة حربية ميزته عن غيره، أطلق عليه نابليون الشرق. أما بالنسبة للتمثال فقصته إن الخديوي إسماعيل قرر في سنة 1872 عمل تمثال لوالده الوالي إبراهيم باشا، فأمر الفنان الفرنسي كوردييه بالمهمة دي، وبالفعل قام كوردييه بنحت التمثال وعمل لوحتين معاه بيمجدوا بطولة القائد إبراهيم باشا، وخاصة في معركتين وهما نزيب وقونية. وده كان سبب في حدوث أزمة كبيرة بين مصر وتركيا، لأن المعركتين دول تم هزيمة الجيش التركي فيهم من الجيش المصري اللي كان بيقوده إبراهيم باشا، فتم تأجيل وضع اللوحتين مع التمثال، واحتفظ بيهم المثال كوردييه، وسافر كمان بيهم لبلده فرنسا. ولما تولى الملك فاروق الحكم وفي الذكرى المئوية لوفاة إبراهيم باشا، حب إنه يضيف اللوحتين دول للتمثال، لكنه للأسف ما قدرش يوصل لهم، فلجأ الملك فاروق إلى 2 من فنانين مصريين عشان يقوموا بالمهمة دي، ونحتوا لوحتين يشبهوا تماما للوحتين كوردييه، ودول بالفعل اللي موجودين على التمثال حاليا. والجدير بالذكر ان لما قرر الخديوي اسماعيل انه يعمل التمثال، تم وضعه بالفعل في ميدان العتبة، الا ان مع الثورة العربية واتخاذها موقف معادي للدولة العثمانية، تم نقل هذا التمثال الى ميدان الأوبرا اللي موجود فيه حاليا. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، ويا ريت ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات. السلام عليكم.